السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة والفوتبولر معي. كلنا شفنا نتيجة مباراة الأهلي والوداد امبارح اللي انتهت بنتيجة 2-1، ودي أسوأ نتيجة ممكن أهلاوي يتمناها، لكن دي كرة القدم ودي السيناريوهات اللي احنا تعودنا عليها من كرة القدم. رغم ان الأهلي بالنسبة لي أنا شخصيا يعتبر ممكن أقول لك مصدر السعادة الوحيد في الحياة، لكن واضح والله أعلم إن إحنا كبرنا أو إن أنا كبرت ومبقتش قادر أستحمل كمية الصراعات اللي بتحط فيها كل ما بشوف فرقتي اللي أنا بشجعها وبعتبرها أعظم نادي في الكون، زي ما كل أهلاوي بيقول، بتدخلني في النهائي الرابع ولا الثالث ولا الثاني ولا العاشر، وافضل على اعصابي ضغط عصبي من اول ما ابقى مستني بطاقة التأهل من دور المجموعات كل مرة بتطلع بطلوع الروح لحد ما اوصل لحد السيناريو اللي هو مباراة النهائي. مفيش متهيألي من ايام كايزر تشيف نهائي انت كده لعبت وانت حاسس ان انت الحمد لله قادر تكسب بسهولة، لا، لازم دايما صراعات وضغط عصبي وحاجة مزعجة جدا. والأسوأ بالنسبة لي السيناريوهات اللي بتيجي مع فرق أنا بيني وبينها يعني حوارات. لو تفتكروا 2020 قلت لكم قبل ما يجي ماتش نهائي القرن ده أنا مرعوب إني ألعب نهائي أفريقيا مع الزمالك، لأن أنا عارف لو الزمالك كسبني هتبقى ليلة سودة ومش هنعدي الأيام دي على خير، وممكن نقعد بقى عمرنا في البيت. طب الحمد لله ربنا ستر وعندنا المباراة دي. جينا لفرقة الوداد 2 دوري أبطال واخدهم على حسابي، والاتنين أنا كنت أفضل، الاتنين سيناريوهات تحكيمية وكلام فارغ وحوارات. المهم انتهت النتيجة في الآخر الوداد كسب 2 دوري أبطال من ال3 بتوعه على حسابنا. فجينا للسيناريو بتاع السنة دي والحكاية رايحة لسكة الوداد ولا صن داونز. انت تتمنى ايه؟ قلت له انا اتمنى صن داونز، حتى لو هخسر ما ينفعش اخسر 2 نهائي دوري ابطال من نفس الفرقه ورا بعض، هتتعمل على حسابي حكايه وروايه انا كاهلاوي بتمناها. وقد كان وعدى الوداد، وفرقه الوداد بصراحه فريق محترم، لكن انا اللي بيزعلني اني اخسر وانا في افضل حلقتي. 2017 كلنا شوفنا السيناريو، مؤمن زكريا جون في اول 3 دقايق وانا قبلها كسب النجم 6 وقلنا هنروح لل6 تاني وهنعمل ونسوي، هوب رحت لابس جون غلطة سعد سمير وضاع العمر يا ولدي. طبعا السنة اللي فاتت بقى حدث ولا حرج. طيب امبارح احنا عملنا مباراة انا من وجهة نظري شايفها مباراة رائعة. الاهلي في افضل حالاته، سيناريو مميز، اللعيبة بتلعب كلها بطريقة أنا ما شفتهاش من سنين في الأهلي. كل اللعيبة عارفة بتعمل إيه، نص الملعب والهجوم والدفاع والجناحين. حسين الشحات كان حاجة عظيمة، كل ده حلو جدا. جبنا جون وضيعنا أهداف كتير وكسبنا حارس كبير زي شوبير، لكن أنا قاعد بقول ربنا يستر. المنظر العام كده بيقول لو ما كسبتش 3-4 هلبس جون. وخد جون كان ممكن بمنتهى البساطة ما يجيش، كان ممكن بمنتهى البساطة علي معلول يتصرف أحسن من كده في الكورة، كان ممكن حتى اللعيب بعد ما الكورة اتقطعت تتلعب بالعرض، واللاعب المهاجم بتاعهم ده بدل ما يستلم، لو استلم مش هتيجي جون، لو ما استلمش مش هتيجي جون. هو لا استلم ولا ما استلمش، ساب الكورة تخبط في رجله ورجعت لزميله ودخلت جون وكاد. والحوار ده أنا مش عايز أتكلم على التحكيم عشان التحكيم ده حوار أنا ما بقيتش فاهمه في أفريقيا. إحنا بقينا طول الوقت، أنا بقيت مستني وأتمنى إن إحنا نعترف إن إحنا ما عندناش تحكيم، فنطلب بمنتهى البساطة من أوروبا وأمريكا الجنوبية يا جماعة ساعة النهائيات هاتولنا حكام من عندكم، إن إحنا شبعنا من العك بتاعنا ده. حكم امبارح 2 أو 3، شوف الدنيا اتقلبت على لعبة حسين الشحات اللي هو خبطه في رجله دي أو داس على رجله فيها وما فيهاش، مع إن أنا شايف إن دي لعبة عادية ممكن تتحسب وممكن ما تتحسبش. انما الكرة اللي كانت تديها 7 بتاع اللاعب بتاع الوداد اللي الكعب اللي هو على حسين دي لازم ضربة جزاء، دي ما فيهاش تصاب. هتقولي لعيب مش قصده، دي مش قصته. لعيب غلط يبقى ضربة جزاء الحكم، والحكم بتاع الفار كابتن هشام خراب ده اللي انا مش فاهم اللعبة دي ما رجع لهاش
واللعبه بتاعت لمسه اليد بتاع لاعب الوداد ما رجع لهاش، ودي ما فيهاش فصال، لا اخر لاعب وبيلمس الكره متعمد بايده، يعني دي ضربه جزاء. لو اللاعب ده اتطرد لا الوداد هيجيب جون ولا النتيجه هتفضل 2-0. الاهلي كان ممكن يكسب 3 و4. طيب حافظين السيناريوهات دي وانا حافظين الكوره يعني ماشي، انتهت النتيجه الاسوأ. طب مطلوب مننا احنا ايه؟ مطلوب ان انا بقى اقعد اعمل زي بعد ما الجون بتاع الوداد جه وانا ما عجبنيش لا الجمهور ولا اللعيبه ولا المدرب. الجمهور بتاع الاهلي اللي احنا عارفينه ومتعودين عليه بعد ما يجي جون الوداد المفروض كان ولع الملعب، تشجيع من نار، ويضغط على اللعيبه ويحمس في اللعيبه عشان اقدر اجيب الجون الثالث واقدر اجيب الجون الرابع، وما استسلمش الاستسلام العجيب ده ولا الهدوء ده. لكن ده ما حصلش. المدرب بتاعي هنعرف ان في حاجه كده محطوطه على ظهر اللعيبه بتقيس مستوى الجهد البدني، بتقيس اللعيب جري قد ايه، الخريطه الحراريه بتاعته، كل الكلام ده. اوكي، يعني انا عارف مين اللي تعبان، مين اللي قادر يكمل، مين كان محتاج من بعد 2-0 نعمل كذا تغيير. لكن انا برضه حسيت بالمدرب انه عارف يقول انا اكمل بدول ولا مش ضامن البدله. الموضوع كان صعب، بس كان الافضل انه كان يغير. كمان اللعيبه هبطت بشكل مش طبيعي، كل ده برضه ممكن يكون لحظه انفعاليه. لكن انا بقى انسى بقى ده كله واركز في حاجه واحده، انا قادر ارجع بالبطوله من هناك، قادر ونص وثلاث ارباع، قادر ارد اعتباري من هناك. ويمكن وانا بقول لكم اهو ركزوا معايا لعله خير، يمكن المباراه لو انتهت 2-0 ولا 3-0 كانت اللعيبه ريحت ومش ضامن السيناريوهات اللي بتعمل فيك هناك. لكن انت 2-1 نتيجه هتخليك على اعصابك، لكن في نفس الوقت هتخليك شادد وبتلعب. الاهلي محتاج ايه عشان يكسب هناك؟ الاهلي محتاج اول حاجه شخصيه ورجوله ولاعيبه قد الضغط. انا عندي في السكواد بتاعي في كل مركز بسم الله ما شاء الله، انا بس عشان اكون امين، انا مشكلتي الوحيده في الاهلي هو اللاعب اللي بيلعب جنب محمد عبد المنعم. انا امبارح ياسر ابراهيم، ودي ازمه حياتي، يعني دايما بشوف ان الاهلي لما بيلاعب فرق شمال افريقيا بيبقى محتاج المدافع العفياجي القوي الكره العاليه، ودي حقيقه. لكن لما بحتاج ابني لاعب من ورا انا بتبقى عندي مصيبه لما الكره بتبقى في رجل اي مدافع غير محمد عبد المنعم. ياسر ابراهيم امبارح لو كان مكانه لعيب قادر ياخد خطوتين لقدام ويدخل نص الملعب او يباصي بصه في العمق كانت فرقت معايا كتير جدا. انا محتاج لعيب في الدفاع، وده لازم الاهلي يفكر فيه السنه الجايه، لازم يكون عندي لعيب في الدفاع قوي وبيعرف يلعب برجله كويس، لازم الميكس ده يكون موجود. انا عندي لعيبه نص الملعب سواء ديانج ولا حمدي فتحي ولا مروان عطيه، الثلاثه مستواهم في منتهى الروعه، لكن انا محتاج منهم زياده هجوميه بشكل معين، ومحتاج ان حد فيهم يكون بيعرف يسدد. كهربا يا جماعه في الستايل بتاع اللعب ده ما بينفعش، انت محتاج لعيب مهاجم صريح قوي يعافر مع الدفاع ويستلم الكره تحت ضغط. كهربا محتاج مساحات زيه زي شريف، نفس الكلام. الشحات انا ممكن ارفع له الف في قبعه، الراجل ده من وجهه نظري هو افضل لاعب في الاهلي، هو وبيرسي تاو الفتره الاخيره دي. الشحات كان كل مشكلته من ساعه ما جه الاهلي هو القرار، الراجل ده تقريبا ما كانش بيعمل قرار صح، دلوقتي تقريبا ما بيعملش قرار غلط. الجول الاولاني انا اقسمت لهم بالله امبارح اي لاعب في العالم ما هيفكر انه يوقف الكره على الخط بالشكل ده ويدي تمويه على انه يضحك على المدافعين انه هيرجع لمعلول فيثبت الكره على الخط ويجي عامل الكروس بالروعه دي، ولا السنده اللي سندها في الجول الثاني. لكن واضح برضو انهم بيوقعوا بدنيا سواء بيرسي تاو ولا شحات بعد الدقيقه 65 70. محتاج يا جماعه ان انا وانا بلعب هناك افصل تماما جو ان هم هيبقوا على الجماهير عامله ازاي والضغط ازاي والحكم ازاي. اوعوا تروحوا تلعبوا مباراه كازابلانكا بالمظلوميه بتاعه المباراه النهائيه بتاعه السنه اللي فاتت. احنا خسرنا النهائي السنه اللي فاتت بسبب حاجتين، بسبب ياسر ابراهيم وايمن اشرف، وبسبب المظلوميه اللي احنا صدرناها لنفسنا وللجماهير وللعيبه وللكل، ان انا ما ينفعش العب على ارض الخصم وان انا هتغلب وان انا مغلوب من قبل ما اروح. لا، اروح وانا عارف ان انا قادر اجيب الكاس من هناك. انا دلوقتي في الاول في الاخر اعمل ايه؟ انا لو رحت رصيت اللعيبه ورا ودفعت
هلبس جون واثنين وثلاث. انا لازم العب بشكل منضبط دفاعيا، بشكل منضبط، وفي نفس الوقت العب على الهجمه المرتده السريعه اللي اقدر اخلص بيها، والاهلي قادر يعمل ده. ولازم اللعيبه كلها تقعد مع نفسها ويفهموا انه ما ينفعش اخسر 2 نهائي ورا بعض من نفس الفريق. تحت اي ظرف من الظروف ما ينفعش اخسر 2 نهائي من نفس الفريق. علي معلول، الكلام اللي انا قلته قبل كده، في مباريات انا ما بحبش علي معلول يبقى موجود فيها، وده الكلام اللي قلته في الفيديو بتاع ايمن اشرف. كنت محتاج ان ايمن اشرف يكون موجود هناك، لان علي معلول جهده بدنيا وانطلاقاته السريعه دي بتبقى فيها مشكله وراها. نفس الكلام بقوله على وجود كهربا في الملعب، وقلبين دفاع قافلين عليه ومش مديله مساحه، ولعيبه الوداد اجريسيف قوي وبيلعبوا قوه بدنيه قويه جدا وعندهم خبرات زيك ويمكن اعلى. فانا كل الموضوع المدرب بتاعي ده مدرب رائع، بيقدر يوظف لعيبته والسكواد بتاعه بطريقه تخدمه، مش محتاج منه غير انه يحط التشكيل الصح. وللاسف غصب عنه يعني هيلعب ياسر ابراهيم برضه، ما فيش غيره، متولي ما ينفعش هناك. وشوبير يعني انا كسبت حارس كبير من وجهه نظري، انا سعيد جدا بالمستوى ده. محتاج ايه؟ محتاج اني رجوله وثقه في ادائي وثقه في نفسي وثقه في امكانياتي، وان شاء الله وافتكروا الكلام ده كويس لعله خير. النتيجه دي باذن الله باذن الله هتكون السبب ان احنا نرجع بالكاس من كازابلانكا، لكن نثق في قدراتنا ونثق في نفسنا ونلعب على انصاف الفرص. لو جبت في الوداد جول هناك صدقوني الموضوع خلص، وان شاء الله ان شاء الله هنرجع بالكاس من كازابلانكا. يحيى الاهلي.